أقول لك إياها، ومن الآخر سو اللي يريح جهازك العصبي. صرت أصحى من نومي أقول اللي بيجي من الله حياه الله، باخذها بالهداوة، عيش حياتي ببطء، خفف زعل، خفف قلق على الدنيا، خفف خوف، واللي بيجي من الله حياه الله. اختلفت نفسيتي 180 درجة. متى الراحة؟ الراحة في الجنة، في الجنة حتى بعد أن تعبر الصراط. لا يوجد راحة حقيقية حتى تفتح لك أبواب الجنة. تعيش في هذه الدنيا في خوف وحزن وفقد، وخوف من الفقد، وسعي دائم وركض مستمر، ورعب من هذه الدنيا وشتات كبير جدا. نفقد في هذه الدنيا أنفسنا أحيانا، نبحث عن ذواتنا اللي داخلنا ولا نجدها، وهذا غاية جدا في الشتات والتعب والإرهاق النفسي. الدنيا أرهقتنا وأخذت منا أجمل ما فينا. إذا متى الراحة؟ الراحة في الجنة. جزء من إيمانك بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بالآخرة، وفي الآخرة جزئين، إما جنة أو نار. وأنت كإنسان مسلم من الله عليك بنعمة عظيمة، والله إنها نعمة عظيمة جدا، نعمة أن الجنة مهيئة لك. يدخل الجنة كل من قال لا إله إلا الله. من كان في قلبه لا إله إلا الله برحمة الله يدخل الجنة بإذن الله. هذه الدنيا دار عبور، ممر لا بد أن نسعى فيه، ولكن طريقة سعيك في هذه الدنيا هي المحك. معاني يا ناس. 2000 years later. شد معي أول مرة شد، وأنا بشد بكل قوة. كنت مفكراها أشد من كده، طلعت البتاعة بتتشد بسهولة، وبعدين استوعبت يعني أصلا. تفضل. ميرسي، تفضل. ريحته رمان يا شيخ، رمان مجرى في دود. انت فاهمة حاجة؟ لا ولا بس حاسة في، عارفة اللي هو النكهة من الدواء، كأنك حاطة نقطة كده من الدواء. والبتاع ده اللي احنا بناكله انت بتاكليه كده بين اسنانك، عارفة الملمس، تحسيه بيزغزغ. انت مش حاسة كده؟ انا لسه مش مستمع حاجة اصلا. ده كله شربها كله. لا ملمسها بين الاسنان غريب. دي احلى حرف العصير بالظبط. بس الرمان بايظ، حطوا لنا الرمان البايظ اللي معاه في النبتة سودا دي. ولا سهل العصير، بس هو طعم الحاجات الغريبة اللي افتكرتها دي طعمها حلو. ان احنا ناس صحية هنجرب ده. عندي كده حتى عشان يبان ايه هو ده، مش لازم بتشوفوه في السوبر ماركت. ما حسيتش بالطعم، كل تاني. هقولها بصراحة حلو، حبيت. على فكرة انا حاسة ان احنا اشترينا منتجات باللون البينك واحنا مش تصدقي صح؟ وانا لابسة بينك يعني. بصي المفروض النهارده الفيديو يبقى ينفع اروح ابرد بس بنكرر. عارفة اللي هو تحس اللي هو الفيديوهات اللي كانت بتتعمل اللي هو يوم كامل بلون كذا، برضو شكله اللي هو عارفة اللي هو البسكوت الصحي. دي الشركة المفضلة عندي، بس انا اول مرة اكل البسكوت ده اللي هو بس بالتوت. انا قلت طعمه حلو. انا كنت فاكراه فراولة، انا بطلبها على اساس ايه، حتى بقول لك تشيز كيك فراولة، ما قريتش هو مكتوب ايه. توت، وانت بتحبي التوت اصلا. بس طعمه حلو. المفروض البتاعة دي معروفة اصلا، معروفة الطعم بتاعها، بس برضو حابة ان انا اجربها. شبه الساندوتش. طب والله فكرتها تحفة، حبيت. مع ان شكلها يا ناني. انت بتنتقمي. لا اسنان عندها صحة،
عايزه اجيب صوص الدوب ده. مشيت. ده لما ضرفتكم عارفين. ده شبه اللعبة اللي شفناها الصبح بتاعت الطفل اللي عينه حمرا. ايوه، اللي كان الولد بيمرمط فيه لما نحب نطلع الطفل اللي جوانا. الله، ده طلع فيه كتير. كنتش متخيله انها تبقى كده. مش عارفه هتبقى باينه ولا لا، بس ولا والوان يعني. هو المفروض ده هيختلف يعني، هما 3 الوان هيختلفوا. لا كله عند الميكس. تعالي نجرب انا وانتي وبعد كده هنادي على اساسه. حسن اللي بينهم اللي بيجري. الله زادت طلعت. اشرب اشرب. ليه حلو يا سوسو؟ طعمه وحش. طب مرة واحدة تاني. لا طعمه حلو. لا طعمه وحش. جربيه. انت دقيه. ما انا دقت انا وايه شربنا منه. طعمه عامل زي ايه؟ طعمه وحش. عامل زي العصير الاحمر بس طعمه وحش.